حصلت مواقف ولقطات غريبة في كأس الأمم الأفريقية. تابع معايا الفيديو وهتتفاجئ فعلا من اللي حصل. في البداية لاحظنا ظهور واحد من مشجعين مباراة الكونغو وهو واقف زي التمثال لمدة 90 دقيقة، وسبب ظهوره بالشكل ده في المباراة بيرجع لتخليد ذكرى باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء بعد الاستقلال في دولة الكونغو. في لقطة فاجأت الجميع بعد ما كسر اللاعب البوتسواني ديست كل الحدود وحاول تقرب من حكمة المباراة بطريقة غير مناسبة، وده طبعا عشان يهرب من البطاقة الصفراء. وفي لقطة غير معتادة ظهر لاعب جنوب أفريقيا وهو يتناول الفيكس، ومعروف بين الرياضيين إنه الاستخدام الخارجي مش للأكل، وده لخطورته الكبيرة. وهنا ظهر فيديو لواحد من المشجعين في مباراة بنين والكونغو وهو ماسك الكورة وحالف ما يرجعها للاستاد تاني، ويجي جنبه واحد تاني من المشجعين في نفس المباراة هو شايل عروسة لعبة وبيصرخ وهو بيضحك ويقول سلمونا بنين كأنها بيبي. وفي مباراة كوتيفوار كان في ضربة جزاء للاعب كوسومو، ولكن هو كمل بالكورة. ويجي بعدها لقطة على طول لزميله فرانك كيسيه وهو متضايق منه وبيقول له انت ليه يا اخي ما وقعتش وخلصتنا عشان ناخد ضربة جزاء. وفي مباراة منتخبنا الوطني قدام جنوب افريقيا فجأة كده تريزيجيه راح جري، شكله كان ناسي حاجة او كان عايز يدخل الحمام، وبعدها راح صلاح وباقي اللاعبين عملوا نفسهم مستنيين زيزو يخلص رباط جزمته. ده طبعا على ما تريزيجيه يخلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش بقى اللايك والشير والسبسكرايب.